أهلا بيكم في حلقة جديدة من الخلاصة. في نوع من الناس أول ما يدخل حياتك تحس كأنك لقيت النور بعد ضلمة طويلة. كلامه دايما حلو، حضوره طاغي، ضحكته مبهرة، وعينيه كلها ثقة. بس خد بالك، الشخص النرجسي مش بيدخل حياتك علشان يحبك، بيدخل حياتك علشان يستخدمك بس، ياخد طاقتك، ياكلك حي ويخرج كأنك ما كنتش موجود أصلا. النرجسي ما بيبدأش بالأذى، لا، ده بيبدأ بحاجة اسمها الايديلايزيشن. يحطك فوق، يبهرك، يقولك عمري ما قابلت حد زيك، يديك إحساس إنك خاص وإنك محظوظ بوجوده. بس الحقيقة ده مش حب، دي خطة. النرجسي بقى بيعيش في دايرة مشوهة حسب نظرية أوتو كورنبرج. النرجسي عنده انفصال داخلي، يا أبيض يا أسود، يا ملاك يا عدو، مفيش وسط. هو مش بيشوفك إنسان عندك مشاعر، هو بيشوفك وظيفة بتمدحه، تعظمه، تمشي على مزاجه. بتيجي بقى بعدها مرحلة اسمها الديفوليشن، بيقلل منك، يسحب الاهتمام، يبدأ يتريق، يحسسك انك عبء، وبعد شوية يقولك محدش غيري هيستحملك. ومن هنا بقى يبتدي التلاعب اللي اسمه جاسلايتنج. بيشككك في نفسك، يخليك تسأل أنا اتجننت ولا هو بيتلاعب بيا ولا إيه؟ والنرجسي بقى مش بيتأثر، وده مش رأي شخصي. دراسات في علم الأعصاب قالت إن نشاط جزء في مخه اسمه انتيريور انسولا بيبقى ضعيف، وده الجزء اللي بيخلينا نحس بتعاطف حقيقي. يعني هو يعرف امتى تكون حزين بس ما يتألمش علشانك، يعرف انك اتكسرت بس ما يوقفش كسرتك. العالم هاينز كوت قال ان النرجسي بيشوفك امتداد لنفسه، مش شخص مستقل. يعني نجاحك بيريحه لانه بيحس انه جزء منه، لكن حزنك بيضايقه لانه بيشوف صورته الداخليه. وطول ما انت موجود ومش بتهدد غروره فهو عاوزك. بس احذر، لانك اول ما هتقول انا مش تمام او تحاول تحط حدود بينكم يبعد ويتجاهلك ويعاقبك بالسكوت علشان تتوسل انك ترجع له تاني. والنرجسي دايما محتاج حاجه اسمها السبلاي، وهو الاعجاب، الانبهار، الخضوع، وانت طول الوقت بتقدمهم من غير ما تحس. بس بعد فتره بتبص في المرايه بتلاقي شخص مش شبهك، شخص شككك في نفسك، فقدت صوتك، بقيت عايش علشان حد تاني يرضى عنك. طب والخلاصه؟ الخلاصة بقى إن النرجسي مش دايما شرير، بس دايما مؤذي. بيحب نفسه أكتر من أي حب ممكن يديه لحد تاني، وما تستناش منه اعتذار، لأن الاعتراف عنده بيساوي هزيمة، والهزيمة بتساوي موت نفسي. فلو حبيت نرجسي أنت محتاج تحب نفسك أكتر. سيبه، اهرب، انسحب، علشان نفسك مش لعب، علشان أنت إنسان مش مراية.